قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أنه يشعر ومعه الفريق الحكومي بمعاناة المواطنين، وهو ما يجعلهم مصرين على مواصلة العمل الذي بدوه حتى النهاية. وأكد أخنوش خلال كلمته بالمحطة التاسعة لمسار الإنجازات الأحد 30 نوفمبر 2025 بجهة فاس مكناس أن الحزب نزل إلى الميدان لاستكشاف الواقع والإنجازات والتحديات التي ما تزال قائمة، مع العمل على التقرب من المواطنين والإنصات لمطالبهم، موردا أن هؤلاء وثقوا فينا بأنهم يستحقون الأفضل. وأبرز أخنوش أن هذه العبارة لم تكن مجرد شعار، بل التزام فعلي أمام المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في الحكومة، مؤكدا أنهم يستحقون الأفضل، وأن الحكومة جعلت من هذا الوعد واجبا ومسؤولية تترجم إلى عمل وبرامج وإصلاحات على أرض الواقع. أنا بعد خوتي المغاربة والله إلا غير شوية هذا الخطاب هذا شوية كنت غنثق فيه، غير جاب الله أنا عايش وسط المغرب، زعما كون كنت عايش برا ديال المغرب غادي نثيق، غنصدقو.